البيان الاختتامي لملتقى الحقوق في مدينة الحسكة. انطلاقا من المبدأ لا يوجد سلام حقيقي بدون محاسبة المجرمين. تم انعقاد الملتقى الحقوقي في مدينة الحسكة بحضور 100 شخصية من محاميات وحقوقيات وقضاة مجلس العدالة في شمال شرق سوريا، وبمداخلات من خارج سوريا من بلجيكا ومصر ولبنان، حيث تم النقاش حول المحور الأول وهو نضال المرأة ضد الإرهاب وحماية مكتسباتها بالحفاظ على تاريخ ثورات المرأة عبر التاريخ. وتم النقاش في المحور الثاني حول الهجمات الإرهابية والمجازر والانتهاكات التي ارتكبت بحق النساء الأحرار والمعتقلات في السجون والنساء المهجرات في المخيمات، وما تزال ترتكب بحق النساء من قبل الفصائل المسلحة التي تمارس أبشع الجرائم بحقها. وفي المحور الثالث الذي تضمن ضرورة تطبيق المواثيق الدولية، وحيث أنه تم الوصول إلى نتائج ألا وهي عدة مطالب منها: أولاً إقصاء مرتكبي الجرائم وكل من تلطخ يديه بدماء المرأة السورية الحرة. ثانياً الحفاظ على مكتسبات المرأة السورية في شمال وشرق سوريا وصونها بالدستور السوري الجديد. ثالثاً محاكمة كل من تم تعيينه في مراكز القرار ومموليهم وداعميهم في المحاكم السورية، وتقديم الوثائق والأدلة للعدالة، وتعزيز قوانين العقوبات. رابعاً التوعية بمفاهيم الإسلام الديمقراطي المناهض للإسلام السياسي المتشدد بين مكونات الدولة السورية. خامساً نحن كسوريات حقوقيات وقانونيات نتعهد برفع وتيرة النضال ضد الإرهاب الممنهج ضد المرأة بشكل منتظم، وأن نكون صوتاً لكل امرأة سورية حرة في المجال الحقوقي والقضائي وفق العدالة الاجتماعية والقوانين والمواثيق الدولية. الحسكة 26 من شهر شباط عام 2025 سنة ميلادي. وشكرا.